كان الجزائر كان في إشاعة أن إسرائيل هتعمل إنزال في ميدان التحرير وتعمل أعمال تخريبية، فالجزائر بعتت جنود صاعقة جزائريين بقوا ماشيين في ميدان التحرير في وسط البلد عشان يحموا المواطنين الستات والرجال المصريين. أنا اتربيت على حب الجزائر. يا جماعة، تتخيلوا إن معلومة تاريخية ممكن تقلب الدنيا وتعمل عاصفة من الانتقادات؟ ده بالظبط اللي حصل مع الفنان ياسر جلال. تصريحاته مثيرة للجدل في مهرجان وهران بالجزائر عن قوات جزائرية حمت ميدان التحرير بعد 67 فجرت قنبلة وخلت الكل يطالب بتحقيق برلماني عاجل. بس السؤال هنا، إيه اللي حصل بعد كده؟ هل ياسر جلال صمت؟ لا طبعاً. في الفيديو ده هنعرف القصة كاملة. بعد ما الدنيا اتقلبت عليه وفور عودته، الفنان ياسر جلال ما طلعش سكت، بالعكس فاجئنا بفيديو على صفحته الرسمية على فيسبوك وبيعتذر فيه بشكل صريح وواضح. قالها كده بالحرف: بعتذر عن اللي قلته وربنا أعلم بنيتي عن الكلام ده. بس الاعتذار ما كانش مجرد كلمة والسلام، لأ، ده قدم توضيح مهم جدا. قال إن والده الله يرحمه ممكن يكون اختلط عليه الأمر في فترة ما بعد 67، لأن الفترة دي كانت مليانة إشاعات وأخبار مش مؤكدة. ومحدش يقدر يزايد على دور مصر في مساعدتها لأشقائها على مر التاريخ من المحيط إلى الخليج. بس أنا لقيت في بعض التعليقات السلبية على الكلام اللي أنا قلته في الجزائر أثناء تكريمي في مهرجان وهران السينمائي الدولي. قلت نصا إن الجزائر بعد حرب 67 والدي حكالي إنها بعتت قوات صاعقة علشان تحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، لأن كان في إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال وتعمل أعمال تخريبية في وسط البلد يعني. وقلت إن والدي حكالي ده. والدي كان دايما يحببنا في الوطن العربي وكلمة عروبة والبلدان العربية، يحكي لنا عن الجزائر ويحكي لنا عن السعودية ويحكي لنا عن كل أشقاء سوريا، على كل أشقائنا العرب. على فكرة الأدوار معروفة، دور مصر في خدمة أشقائها العرب معروف، وأدوار الأشقاء العرب في خدمة مصر ومساندتها ومساعدتها معروف. كل السادة المحترمين أصحاب الفخامة رؤساء الجمهورية على مر التاريخ ياما ذكروا مساعدة الإخوة العرب والأشقاء العرب لينا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتباهى بمساعدة الأشقاء العرب لمصر، والأشقاء العرب بيتباهوا بمساعدة مصر ليهم. على فكرة يعني احنا معروف ان الدول العربية، الجزائر طبعا والدول العربية أرسلوا قوات رمزية لمصر بعد حرب 67 للدفاع عن مصر. فده شيء معروف وشيء مش ما حدش يقدر ينكره. فكل التحية والتقدير لشعب الجزائر، وأرجوكم لا تلتفتوا للكلام اللي اتقال، التعليقات السلبية. مش كل واحد يقول اللي هو عايزه، بس هي الأدوار معروفة والمقامات محفوظة. وكلنا طبعا نتذكر دور فخامة الرئيس هواري بومدين في دعمه لمصر، ودور الرئيس العظيم جمال عبد الناصر في دعمه للثورة الجزائرية. محدش يقدر ينكر الكلام ده يا جماعة خالص. فربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربية من كيد الكائدين. ربنا يخلينا لبعض.